المشاعر عامله زي الحاجه السايبه كده، لازم حد يبقى بيتحكم فيها. لو انا مش بتحكم في مشاعري، غيري هيتحكم في مشاعري، وبالتالي هيبقى ليه سلطه وهميه عليا. النهارده هنتعلم فن البرود والتناحة مع الشخصيات المتلاعبة أو مع التلاعب من الناس عموما، لأن مش شرط يكون شخص متلاعب هو اللي بيعمل أحيانا ألعاب. الألعاب دي الناس حتى الطبيعية ساعات بتعملها على بعض يعني، ولكن سواء كان شخص غير سوي أو شخص بيتلاعب بيا أو يعني بيحاول إن هو يحركني، فأنا هعرف أكشف ده كويس قوي وأعرف أتعامل معاه ببرود. عشان كده محتاجين نحط فاونديشن او اساس للفيديو بتاع النهارده. لو اقتنعت ان كل شخص بيتعامل بناء على اصله، تربيته، عقده، امراضه النفسيه او حتى سواءه النفسي، هبتدي ادرك انه جايز مش كل كلمه اتقالت او كل تصرف اتعمل هو كانت مشكله فيا انا، ممكن جدا تكون مشكله في الشخص او مشكله في منطقه الغير سوي، لان مش كل الناس منطقها سوي او منطقها منطق. في ناس بتمنطق الغلط او بتبرر الغلط بمنطق غريب يخصها هي بس، ده لو كان شخص غير سوي. طب لو كان شخص سوي، احيانا الناس بتستغل ضعف بعض، احيانا الناس بتعمل، ما حدش ملاك يعني. ففي الحالتين سواء كان شخص سيء جدا او شخص بيمارس عليها بعض الالعاب في بعض الاوقات، هعرف ان انا القطها واتعامل معاها ببرود. والبرود ده جاي من ان انا ابقى فاهمه ان المشكله ممكن جدا ما تكونش عندي، المشكله ممكن تكون عند الشخص التاني، وخاصه لو انا ما عملتش حاجه تستاهل ده. ولازم ابقى متاكد من نفسي كويس قوي، ومتاكد من مشاعري، ومتاكد من ذاكرتي، لان لو احنا مش متاكدين من الحاجات دي الناس دي هتتلاعب بينا بمنتهى السهوله. اول حاجه هنتكلم عنها النهارده وهي الايهام او الجاز لايتنج، ودي حاجه خطيره جدا. لو كمان اتعملت من شخصيه سامه او الشخصيه دي كانت بتمارسها باستمرار. هديكم مثال. لو مثلا انا جيت اعاتب شخص ان هو قال لي كلمه مش حلوه وهو فعلا قالها، وجي قال لي مثلا ايه، والله العظيم ما قلت كده، لدرجه ان هو يشككني مثلا في ان هو قال كده فعلا، مع ان انا متاكده انا سمعت الكلمه بوداني. فالمفروض ان انا اعمل ايه؟ اول حاجه ان انا اسكيب الكلام ده. يعني مثلا انا قلت له ايه، انت عملت فيا او انت قلت كذا، فهو قال لي والله العظيم ما قلت، فانا المفروض ان انا اكمل كلامي كانه ما قالش حاجه، اللي هو وانت لما قلت كذا على فكره انا زعلت جدا لان انا ما عملتش حاجه مثلا، فمقابل ان انت تقول لي كلمه زي كده اتجاهل كلامه تماما. فهو يعني لو هو مش متلاعب او مش ماهر في التلاعب، ممكن جدا ان هو ايه خلاص يستسلم لفكره ان انا خلاص انا عارفه ان انت قلت كده. طيب لو هو بقى قوي شويه في التلاعب، ممكن يتمادى ويحلف وانت بتتبلي عليا او انت بتتبلى عليا او الكلام ده، ممكن بمنتهى قله الاهتمام. واحلى حاجه في التعامل مع الناس المتلاعبه هي ان انت تبين ان انت مش مهتم. انا والله العظيم يعني سمعت وفاكر كويس قوي اللي حصل، مش محتاج حد يصحح لي المعلومه يعني. المفروض ان ده يبقى الرد عشان ااكد للي قدامي انه بص مهما انت عملت انا برضو عارفه كويس قوي اللي حصل وانت مش هتعرف توهمني. طيب لو انا بتعامل مع شخصيات بقى صعبه جدا وبتمارس ده باستمرار، المفروض ان انا اعمل ايه؟ التدوين. يعني في ناس تقول مثلا هو في حد هيقعد يدون كل حاجه حد يعني شخص بيعملها فيه او غلطه شخص غلطها معاه؟ لا، احنا بنعمل كده مع الشخصيات اللي بتمارس ده باستمرار او الشخصيات المتلاعبه، ان انا ابقى بدون في الميعاد الفلاني في الوقت الفلاني قال لي كذا وانا فاكره كويس قوي، وبعد كده انكر والكلام ده، او حتى قبل ما الشخص ينكر لو انا عارف ان هو مثلا هيجي بعد كده ينكر الحدث ده. ليه بنعمل كده؟ عشان عقلنا بيفوت ساعات الحاجات دي او بيقنعنا ان الحاجات دي ما حصلتش. ازاي؟ اول حاجه في حاجه اسمها المايكرو اجريشن، او اللي هو ايه، العنف المايكرو الصغنن اللي هو عامل زي غزغزه الدبوس كده، مش ضربه مثلا عقلي يفتكرها. فساعات العقل بيكنسل الحاجات دي كنوع من انواع ان خلاص دي مش خطر، او من كتر الضغط على الجهاز العصبي. لو انتوا بقى معاشرين ناس نرجسيين او كده، من كتر الضغط على الجهاز العصبي العقل بيبقى داخل في وضع البقاء، السرفايفنج، ان هو بيحاول يعيش او بيحاول يفضل موجود على قيد الحياه. فبتحصل كده زي نوع من انواع التوهان او التشتت. فممكن الحاجات الصغيره دي عقلنا يوهمنا فعلا انها ما حصلتش او يقتنع بكلام الشخص المتلاعب ده. عشان كده التدوين مهم، او كنوع من انواع الاليه الدفاعيه من دماغنا ضدنا. دماغنا كانه بيدافع عننا ان هو يفضل حاططنا في الكومفورت زون او المساحه الامنه، اللي هو مثلا لو شخص
في حياتي متلاعب، بس الشخص ده المفروض ان هو بيقول لي ان هو بيحبني، والمفروض ان انا بحبه، ما عنديش غيره، هو الوحيد في حياتي، الكلام ده كله. فيبتدي عقلي يكنسل الحاجات السيئه الصغيره اللي الشخص ده بيعملها علشان يفضل مخليني في الكومفورت زون او ما يعمليش اضطراب. احيانا في ناس بترفض تعترف بسميه ناس تانية علشان عقلهم هو اللي بيعمل كده، علشان يخليهم دايما في وضع الامان، اللي هو ما يحسش ان هو خلاص هيفقد كل حاجه، او ان الشخص ده يتصدم فيه ويشوفه على حقيقته ان هو فعلا شخص سيء، مش شخص كويس ولا حاجه. فدي الحاجات وغيرها طبعا اللي مخنا ساعات بيعملها. فعشان كده التدوين مهم، ان احنا نفضل ثابتين على موقفنا متاكدين من نفسنا. تاني حاجه بقى وهي الميكسد سيجنالز او الاشارات الملخبطه. يوم الشخص ده بيحبني، يوم الشخص ده متضايق مني، بدون ما اعمل حاجه. حطوا خط تحت بدون ما اعمل حاجه. يعني مش هبقى انا اللي فجاه كويس، وانا اللي فجاه بقلب وحش، وانا اللي فجاه مش عارفه ايه، واستغرب من ان الشخص اللي قدامي بيتغير معايا. لا، انا تمام، مفيش اي حاجه حصلت جديده، فجاه الشخص بقى كويس، فجاه الشخص بقى وحش والكلام ده. ففي الحاله دي اعمل ايه؟ في الحاله دي لو انا متعوده من الشخص ده على كده، وانا عارفه اني لو سالته ده مش هيغير اي شيء، يعني لو هو شخص في العادي اتغير شويه ممكن اسال. لكن لو انا شخص متعوده منه على التصرفات البايخه دي او التلاعب اللي من النوع ده، المفروض ان انا اعمل ايه؟ المفروض ان انا بمنتهى البرود التفت لنفسي، اعتبر الشخص ده خلاص بقى هوا. انت النهارده مش كويس، انا هديك نفس التعامل. انت بتعامل مش كويس وبدون سبب، مش هسالك، مش هقولك انت ليه متغير، هو ايه اللي حصل، هو انا عملت لك حاجه. لان احنا اتفقنا على ايه؟ ان ساعات ده بيكون صراع داخلي جوه الشخص نفسه اللي بيخليه يتغير كده فجاه، وساعات بيكون هو قاصد يعمل كده. عايز مثلا نارسيسستك سبلاي، او عايز مثلا اللي هو شخص بقى خبيث او نرجسي، عايز مثلا ان هو ياخد الوقود النرجسي بان انت تجري وراه وتساله مالك والكلام ده كله. فاحنا نعمل ايه؟ نسحب ده تمام. مش انت متضايق؟ طب خد مضايق. انت رجعت كويس، هعاملك بنفس الطريقه. اللي هو برضه مش هبقى مهتم، برضه هبقى متغير معاك. فمع تكرار الحاجة دي الشخص ده هيفقد الأمل، وهيفقد أثر النوع ده من التلاعب. خلاص، طالما التلاعب ده ما بيجيبش نتيجة، ممكن جدا يوقف يعمل معاك كده. طب لو هو نرجسي وما بيكلش أو بيمل، طبعا احنا عارفين هنعمل ايه، احنا بنمشي ونقفل الباب وراه. ثالث حاجة الصمت العقابي، وهنا عايزين نفرق ما بين الصمت العقابي العادي اللي هو في حدود الطبيعي، وما بين الصمت العقابي اللي هو بيبقى مقصود بيه تلاعب. الصمت العقابي العادي مثلا بيبقى بعد خناقة، اكيد مش هنبقى لسه بنتكلم مع بعض ومبسوطين مع بعض، بيبقى الشخص باين عليه ان هو زعلان، بيبقى في كده، يعني اللي هو مش منتشي او مبسوط يعني. ولكن الصمت العقابي احنا النهارده كويسين جدا، فجأة حصل صمت، وفجأة الشخص قلب، وانتم مش عارفين سبب القلبة دي ايه. الشخص غير سوي بيعملها بنية الأذية، ودايما نمط حياة الشخص ده بيعمله دايما. عايزين نكسر موضوع الصمت ده، وان الشخص ما يمارسش معانا الحاجة دي تاني. المفروض ان احنا نعمل ايه؟ نعتبرها فترة حرية ناخد بعضنا كده ونعيش حياتنا، نخرج، نستمتع، نقعد لوحدنا. غالبا الصمت العقابي بيبقى مش قاعد معاك في نفس المكان، او لو قاعد في نفس المكان سيبه له انت وامشي. اخلق لنفسك اجواء، او خلقي لنفسك اجواء بعيده عن الهم والنكد ده. ولما الشخص ده يجي يكلمكوا تاني، طنشوه لمده كده، لمده عشان يتعلم الادب ويعرف ان الاسلوب ده ما بيجيبش معاكم نتيجه. ويفضل بل بالعكس، ده لازم ان انتوا تبقوا مبينين ان انتوا مش هاممكم، وبالعكس من جواكم يبقى مش هاممكم فعلا شخص كئيب واخد منكم جنب. دي حاجه حلوه جدا. رابع حاجه وهي لعب دور الضحيه. ضربني وبكى وسبقني واشتكى يا سعاده البيه. فكرة انه شخص يبقى هو اللي عمل فينا مثلا حاجة غلط، فاحنا زعلنا وخدنا موقف، فيجي هو يزعل ان احنا زعلنا وخدنا موقف ويلومنا على ده ويتقمص. حاجة في منتهى العبث. نعمل ايه مع العبث ده؟ زي ما اتفقنا ندرك ان مش كل الناس منطقة سوي. ندرك ان المشكلة مش عندنا، المشكلة كانت عند الشخص ده. ولما يجي يكلمنا كده ويقول لنا الكلام الفارغ ده وان هو زعل، المفروض نرد عليه بمنتهى البرود. انت عملت كذا وانا زعلت، ده المنطقي. انما اللي انت بتعمله ده هو انا مش منطقي الحقيقه، بمنتهى البرود والتناحه كده. او مثلا لو قال لكم ده انتوا لما زعلتوا مني وانا عييت وانا تعبت ومش عارفه، والجو بقى الصعبانيات ده، المفروض تقولوا ماشي، يعني اعمل لك ايه؟ طيب مش انت اللي ابتديت المشكله؟ انت اللي تحلها، صح ولا ايه؟ الكلام معاهم يبقى بالطريقه دي، اللي هو بطل هبل، لان فعلا هما بيبقوا استهبلوا. فطالما انت بتستهبل، انا هقول لك ان انت بتستهبل، او هقول لك ان انت اهبل. اوعوا تعتذروا، اوعوا تصالحوهم، لان لو اكتشفوا ان الطريقه دي بتجيب معاكوا نتيجه، هيفضلوا يعزفوا عليها طول العمر.
اتحكموا في مشاعركم يا جماعه. المشاعر دي لازم حد يتحكم فيها. المشاعر عامله زي الحاجه السايبه كده، لازم حد يبقى بيتحكم فيها. لو انا مش بتحكم في مشاعري غيري هيتحكم في مشاعري، وبالتالي هيبقى ليه سلطه وهميه عليا. خامس حاجه الاسقاط. اللي هو ايه الاسقاط؟ الاسقاط ان شخص يبقى هو عمل فيا حاجه او غلطان في حقي في شيء، وبعدين يرجع يدعي انه انا اللي غلطت في حقه ده في نفس الشيء. يعني مثلا شخص بيتجاهلني او بيعاملني بطريقه انا لا استحقها مثلا، فانا اقول له انت بتتجاهلني وبتعاملني بطريقه اقل من انا استحقها، فهو يرجع بعد شويه يستخدم نفس الجمله ويقول لي انت بتتجاهليني وبتتعامليني معايا بطريقه اقل من انا استحقها. فالمفروض الرد في الحاله اللي زي دي بيبقى عامل ازاي؟ اللي هو بص كده باستغراب ودايما بقله مبالاه، عشان الشخص ما يحسش ان هو بيستفزنا بافعاله. انت في الاسقاط ما عندكش يا مرحمين الحقيقه. او مثلا واحده كتكوته بتغير منك مثلا، ان ده منتشر شويه في مجتمع البنات، وبتتهمك ان انت اللي بتغيري منها، فانت مثلا ممكن تبص لها كده لو انت في الاسقاط رهيبه يعني، وسيبيها هي بقى حتى لو مش عارفه كلمه اسقاط يعني ايه تروح تدور وتتكسف. طيب لو الموضوع نظرات بس، يعني نظرات اللي هو انت غيرانه مني وكده، فانت كمان بص لها بصات هبل، اللي هو احيانا العين بتتكلم، مش ضروري نتكلم بلساننا، اللي هو مثلا لما تلاقيها بتعمل كده بص لها اللي هو مالها دي مالك. وبصوا يا جماعه دايما يبقى الورقه والقلم صديقكم لو انتوا بتتعاملوا للاسف في بيئات فيها النوعيات دي كتير، او ناس بتمارس التلاعب بالشكل، وما تعالب فعلا التلاعب بالشكل ده كتير، لان زي ما قلنا التدوين بيثبت في دماغنا الاحداث الحقيقيه وخاصه ولازم مش خاصه بس، ولازم نبقى صادقين مع نفسنا، نكتب مشاعرنا الحقيقيه اللي كانت في الموقف ده، ما نخافش ان احنا نغلط. على فكره وارد اي حد فينا يغلط الاخطاء دي مع حد، يعني وارد حد فينا يكون عمل بعض الحاجات دي مع ناس عادي جدا، بس التدوين هنا هيخليه لو هو انسان صادق مع نفسه بيخاف من ربنا وصادق في التعامل مع نفسه مع الناس، هيكتب ده بمنتهى الصراحه ويتجاوز خطأه، يعني يعتذر للشخص. ايه المانع ان احنا لو غلطنا نعتذر؟ لو احنا ناس اسواق وكويسين او عايزين نبقى ناس اسواق في رحله ان احنا نبقى ناس اسواق، ان انا اعتذر للشخص ده وما اكررش الغلطه دي تاني واتجاوز. فكره ان احنا ما نعيش بقى بعقده الذنب، احنا الانسان خطاء، كل من ادم خطاء، فان احنا نغلط ونحاول ان احنا نتجاوز بعد كده وما نغلطش الاخطاء دي تاني، ونعتذر للناس اللي احنا اذيناهم، او نعتذر على فكره لنفسنا، لان ساعات بنغلط في حق نفسنا بان احنا مثلا نبقى مقللين من نفسنا قوي، او سامحين لاشخاص يعني تدخل حياتنا قوي، واحنا في رحله الحياه بنغلط وبنتعلم، ده الانسان السوي. واخر حاجه هنتكلم عنها النهارده وهي التثليث. عارفين يعني زوال مثلث الثلاثه، اللي هو انت والشخص، ودايما في شخص ثالث هو بيقارنك بيه، او بيقارنك بيها، او بيقول لكم قد ايه هو شخص كويس. كتير من الناس ممكن تكون بتعمل الحيله دي زي ما اتفقنا مثلا كنوع من انواع التلاعب الخفيف كده، او مثلا عايز منكم حاجه معينه فبيجيبها لكم بالطريقه دي، والطريقه دي مش ظريفه وانتم مش عايزين يكرروها تاني، فانتوا هتوقفوا عند حد باللي احنا هنعمله دلوقتي. او شخص متلاعب زي ما اتفقنا، وشخص خبيث بيقارن بينكم وبين حد علشان يقلل منكم، او يديكم دايما رساله ان انتم مش مهمين، او ان انتم تسعوا لارضائه وتحاولوا تثبتوا له نفسكم ان انتوا قد ايه احسن من الشخص ده. ده كله بقى بيجيب نتيجه عكسيه تماما، وبيخليهم يتمادوا في نوعيه التلاعب دي. المفروض نعمل ايه لو شخص بيقول لي انه فلانه دي احسن مني، او ما اعرفش ايه، او شاطره قوي في كذا، مثلا ما قاليش احسن مني، قال لي مثلا دي شاطره قوي في الحاجه الفلانيه، ممكن الرد بتاعي يبقى فعلا دي فظيعه انا بحبها قوي في الحاجه دي، فانا خلاص قفلت عليه سكه ان هو بقى يقارنها بيا وان انا هغير وبتاع. وممكن حاجه تانية اللي هو مثلا لو دي احسن منك في كذا ودي، طب خلاص ربنا يوفقكم مع بعض، طب روح للشخص الفلاني، وانا كمان والله محتاجه ان انا اشوف حد افضل ومناسب ليا اكتر. يعني ممكن يبقى الرد من النوع ده اللي هو ماشي خلاص روح ربنا يوفقك مع شخص الفلاني، من غير ما اتضايق، من غير ما ابين ان الحاجه دي بتضغط عليا، يلا اي خدمه. كده هنبقى قفلنا عليهم الجيم خالص. وحتى في موضوع اللاف بومبنج احنا اتكلمنا عنه في حلقه منفصله قبل كده. لو عجبكم الفيديو ده ان شاء الله هنعمل الفيديو الجاي طريقه التعامل بقى مع الاستفزازات اليوميه اللي بنتعرض لها من الناس، وازاي نرد عليها بشكل بارد، ونتعلم فن البرود والتناحة الحلو اللي بيحافظ على صحتنا،
وبيمنع الناس المتلاعبه والمستفزه من ان هم ياخدوا اللي هم عايزينه مننا. بس كده، اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد على الف خير. الاسبوع الجاي عيد، كل سنه وكلنا طيبين. يا رب يبقى عيد سعيد علينا كلنا. وعشان كده احنا هناخد اجازه، وان شاء الله هنتقابل الاسبوع اللي بعد الجاي. مع الف سلامه.